يا مساء الفل واهلا بيكم فيديو جديد. معاكم محمد فرج، ارت دايركتور وخبره اكتر من 12 سنه في مجال تصميم الجرافيك، وده الجزء الاخير من سلسله تحليل بيهانس الاستراتيجي. ويلا نشوف بعد الانترو. طبعا احب افكركم ان تحليل الاستراتيجي على بيهانس ليه 5 بوينت. البوينت الاولى بتبقى تقييم الصوره والبيانات الشخصيه، تاني حاجه تصميم كفر كل مشروع، تالت حاجه جوده التنفيذ والتفاصيل، رابع حاجه طريقه عرض المشروع، اخر بوينت التنوع والتميز في الاعمال. طبعا انا بقول لك رايي وانت ليك انك تدي نفسك البوينت دي او لا. يلا بينا نخش في التفاصيل. اول بورتفوليو عندي هو لنور صلاح. نور صلاح جرافيك ديزاينر. صوره ممكن نصور صوره بروفيل او تبقي البوزيشن بتاع الصوره. يا جماعه البوزيشن يبقى كده زي ما انا واقف كده قدامكم. ناخد صوره كده بورتريه عاديه خالص علشان اظهر في البيهانس بتاعتي. بلاش الصوره اللي هي ايه نبقى خارجين او قاعدين في مكان لطيف او ندي سيلفي من فوق او من الجنب او ابقى خارج مثلا وبنط في قلعه، الحاجات الغريبه اللي احنا بنشوفها دي. تعالوا بقى نشوف الداتا. هنا مفيش داتا، يستحسن طبعا اضيف داتا، بيرسونال داتا، بتعملي ايه، اشتغلت فين قبل كده، ورك اكسبيرينس، الكلام ده. بالنسبه لي كفر كل مشروع، فانا اوفر اول كده على المشاريع. طبعا في شغل قديم كتير. يعني احنا اتفقنا ان اي شغل قديم يعني مثلا حاجه زي كده ممكن ان انا ايه اخليه درافت، وده كمان لان هو ما شدنيش خالص ان انا اخش اتفرج عليه. فنشوف مثلا ده بالنسبه لي لطيف تمام. البروجكت بتاع البيكري اللوجو، وفي سوشيال ميديا في هارفست ده لطيف برضو. تعالي كده يعني اوفر اول الكفرز عندك محتاجه ان انت تعيدي تصميمها تاني، بالذات ده اللي هي بتوزع لايكات او بتوزع المسج دي. ده لطيف مفيش مشكله فيه. يعني في حاجات عندك عايزين نعيد تظبيطها، يعني يا ريت نظبط البروجكت ده. طيب نفتح اول حاجه انت حطاها عندك، لان طبعا اول حاجه احنا بنفتحها لو دوست كده فهلاقي الحاجات كلها محطوطه جنب بعض. طبعا انا قلت لكم قبل كده في الموضوع بتاع تحليل بيهانس ده ان يا ريت نحط كل تصميم لوحده عشان اشوف الكواليتي بتاعه التنفيذ. يعني بلاش نحط الصور بالطريقه دي لان انا مش شايف عرض المشروع. كمان انت حاطه السكرين شوت، فالبرزنتيشن هنا بتبقى مش احسن حاجه، فخليني احسن افتح كل حاجه لوحدها. فبيهانس منزل حته الجريد دي ان انا انزل كل حاجه لوحدها علشان اقدر اشوف الكواليتي بتاعه التنفيذ بتاعتك. ده كومنت على جوده التنفيذ. نخش على تاني بروجكت سوشيال ميديا. طبعا الصوره دي فيها مشكله كبيره جدا. اولا مبكسله جدا، والساندوتش هنا مفيش شادوز ولا في اي حاجه، في واحد شادو في واحد طاير، فهنا في مشكله في الحته دي فمحتاج ان انا اظبطها. نفس الكلام برضو في طريقه عرض المشروع، يا ريت نظبط الكومنت ده يا نور علشان شغلنا يبقى احسن. نفتح كده حاجه براندنج. بالنسبه للبراندنج يعني بالنسبه لي الى حد ما بالنسبه للليفل فهو يعني لطيف جدا. تسلم ايدك. ايمن اشرف سينيور جرافيك ديزاينر. حاطط بيرسونال داتا، لا مش حاطط بس اسامي البرامج، مش عارف ليه. يعني ممكن تحط بيرسونال داتا عندك وتقول انا بشتغل على كذا كذا، لكن ما تكتبش اسامي البرامج بالطريقه دي. صوره لحد ما كويسه بس برضو يستحسن تبقى الصوره بورتريه. كفرات كل المشاريع. الصامنيل هنا محتاجه شغل اكتر، يعني محتاجين نظبطها اكتر. يعني حاسس ده كده وهو متركب في حاجه غلط كصامنيل. سانكس دي برضو البرزنتيشن عندك عايزه تتظبط اكتر من كده. طبعا في واضح ان انت بتعمل مجهود حلو، بس حاول تعمل مجهود اكتر في الكفر علشان شغلك يبان اكتر. نفتح طيب السوشيال ميديا ديزاينز ده نشوف البرزنتيشن. عايزين حد نصفتي بقى وننزل حاجه جريد كده. تمام ايوه كده، يعني خلينا نشوف الحاجه جريد عشان اشوف الكواليتي بتاعتك. بالنسبه لي بروجكت يعني طريقه العرض كده لطيفه. تعال نشوف من بره جميل، بس خد بالك من مقاس البيهانس علشان ايه الدنيا عندك تبقى احسن، او تحاول وانت تفت الموضوع وانت بتنزل البروجكت بتاعك. تمام. برزنتيشن يعني هديها 50% مثلا. والكفرات كل المشاريع محتاجه انها تتظبط، يعني عايز تظبط حاجات في عندك شغل قديم محتاج ان انت تخليه درافت احسن عشان ما يبقاش فيه زحمه
كتير في البورتفوليو بتاعك، في شغل مثلا انت خلاص قديم عندك ومش هتقيم عليك ككواليتي، بالعكس ممكن كمان ينتقص منك، يعني ممكن حد يحسب ان انت عامل البروجكت ده دلوقتي محدش ياخد باله من التاريخ او الكلام ده كله. نشوف اللي بعده. ابو بكر اسماعيل، سينيور جرافيك ديزاينر في بيرسونال داتا. حاطط لينكاته، تمام جميل. كفرات المشاريع عندي في حاجات لطيفة. تعالى كده نفتح الباكجينج ديزاين ده. يوكيتو شيبس، بوكيتو شيبس، لطيف، لطيف جدا. أو من غزة، يعني تحية ليك ولأهل غزة، ربنا ينصركم يا رب. نفتح أول بروجكت. طبعا الفونت ده فيه كلام، لكن كعرض مشروع برضو يعني عارف انت لو اهتميت بكام حاجه كده، خصوصا الفونت وحتت الشادوهات دي تشيلها خالص، الموضوع عندك هيبقى بريميوم اكتر والكواليتي بتاعته هتبقى احسن. بس واضح انك ديزاينر باكجينج شاطر، لان واضح ان ده القديم وده الجديد، فتسلم ايدك. يعني شويه حاجات كده لو ظبطتها عندك هتودي البروجكتس عندك في حته تانية خالص. نشوف آية في صورة يعني محتاجة ان هي تبقى بورتري. بيرسونال داتا مفيش، محتاجين بيرسونال داتا. الكفرات بتاعت المشاريع الى حد ما في حاجات كويسة وفي حاجات لا. تعالوا نشوف السوشيال ميديا ده عامل ازاي. طبعا انا قلت لكم قبل كده في اللي فات تعالوا نبعد عن القوالب. بصي بقى، انت عندك هنا في ديزاين في غلطة، يعني الايد دي عاملة كده ليه؟ في كيبورد شفاف يعني طالع كده بطريقة غريبة، يعني بص حتى الايد محطوطة هنا وطالع هنا، في حاجة غلط هنا، محتاجين نظبط الفيجوال ده، او يا ريت نشيله خالص. كواليتي التنفيذ عندك محتاجه انها تتظبط اكتر من كده علشان نبدا ان احنا ننزل بروجكت على بيانس. يعني لو عدتي تنفيذ حاجات زي كده وظبطتي الشادوهات واللايتس التايبوجرافي بتاعتك، طبعا التنفيذ بتاعك هيبقى احسن. خدوا بالكم غرض العرض المشاريع على بيانس مش ان انا احط اي مشروع عملته خلاص، لا، احط مشروع فيه جوده، يعني بتنفذ حلو وطريقته كويسه في العرض. نشوف كمان بروجكت براندنج، بحيث نكون عدينا على الحاجات اللي انت عاملاها عشان يبقى فيه تنوع في المشاريع. برضو برزنتيشن محتاجه شغل، والبراندنج عندك برضو محتاج شغل. بالنسبه للليفل تسلم ايدك، بس اشتغل على نفسك اكتر هتطلعي شغل احسن بكتير من ده. نشوف اللي بعده. شريف عماد، صوره كويسه، لينكات جميله، بيرسونال يعني داتا لطيفه جدا، ورك اكسبيرينس جميل قوي، كفرات مشاريع فيها حاجات لطيفه جدا. نشوف مثلا اول حاجه اللوجو فوليو. انا دايما بحب افتح اول حاجه كده من ناحيه الشمال عندي. تمام. عرض اللوجوز لطيف، احنا هنعرض مثلا كفرول حلو قوي اللوجو ده بتاع جوست شات، تسلم ايدك. جميل ده كمان، بحب الحاجات عامه اللي فيها الايكون المرسوم لان انا شخص بيحب الرسم. طيب نشوف حاجه فيها السوشيال ميديا مثلا، ده بريندنج في سوشيال ميديا اهو. تمام. انا حاسك يعني شاطر اكتر في حته البراندنج. السوشيال ميديا عندك برضو كويسه، بس خلينا نخرج من حته القالب اللي هو الطويل ده، خلينا نعمل حاجه منفصله احسن، وبلاش برضو القالب الداخلي اللي هو بنحط مثلا كانه نازل على الانستجرام او كده، لان هو بقى اولد سكول. ممكن يكون البروجكت ده قديم برضو علشان يعني ما نحكمش كتير. هو واضح ان هو فعلا من 21 فهو قديم، فمفيش مشكله. تعال نشوف برضو البروجكت ده بتاع نيد فور سبيد، لطيف يعني اوفر اول، تسلم ايدك. حلو ان يعني الشغل، وطبعا يعني في حاجات كتير عندك لطيفة جدا، فتسلم ايدك يا شريف. نشوف آية عزت بالنسبة للوهلة الأولى كده للكفرات المشاريع، فهي مش أحسن حاجة عندنا في البيرسونال داتا، مفيش. الصورة كويسة جدا. تعالوا نشوف برضو طريقة عرض المشروع برزنتيشن. بلاش نكبر الداتا دي كلها، محتاج انها تصغر اكتر من كده، يعني خلونا نظبطها اكتر. يعني بص كونسبت لوجو الكلام ده لو صغر شويه واتعمل ديزاين لطيف كده، بص برضو يا ريت بلاش نعمل اللي هي الحاجه تبقى قالب واحد، لا نقسمهم احسن. سلايد هيبقى الموضوع ارقى واحلى من كده بكتير.
تعالوا نشوف السوشيال ميديا برضو. السوشيال ميديا نازل كل حاجه لوحدها، لو اتعملت جريد كانت هتبقى احسن. في حاجات متشابهه، او بروجكت ده ناقصه حاجات تانية كتير. طبعا تسلم ايدك. اوفر اول في حاجات لو احنا خدنا منها زي الكفرات المشاريع، طريقه عرض المشاريع، كواليتي التنفيذ، الموضوع هيروح في حته حلوه جدا. لو انت مهتم تتعلم جرافيك صح، فانا عملت لك كورس تصميم اعلانات مجاني على القناه، هتلاقيه في بلاي ليست منفصله بالترتيب. الكورس ممنهج هيوصلك وهينقل مستواك من مبتدئ لمحترف، علشان تبني تصميم ما فيهوش غلطه وبشكل عملي خطوه خطوه لغايه ما توصل لطريق الاحتراف. كل الشغل هيبقى عملي، وهنشرح اجزاء نظري علشان تكون ملم بكل النقاط وتطلع تصميم ناجح. كمان هتابع معاك على قناه التليجرام علشان لو في اي حاجه وقفت قدامك، وعلشان نقيم شغلك بعد تطبيق كل درس. كمان هتلاقي على القناه فيديوهات هتفيدك جدا في مجال تصميم الجرافيك. كمان لو دخلت على قائمه التشغيل هتلاقي فيه كورسز كتير مجانيه تقدر تستفاد منها بشكل مجاني على القناه. طيب نشوف البورتفوليو اللي بعده. معايا محمود حجازي. صورة لطيفة. مفيش داتا، محتاجين نضيف داتا هنا. ورك اكسبيرينس، اشتغلت فين قبل كده، يعني بعض المعلومات عنك. بالنسبة للكفرز في حاجات كويسة وفي حاجات محتاجة انك تشتغل عليها تاني. في عندك برضو مشاريع قديمة محتاج ان احنا نعمل لهم درافت زي دول مثلا كده، ونسيب مثلا اللي موجودين فوق. ممكن افتح حاجة من عندك. واضح انك كمان ديجيتال ارتست، فده لطيف. تعال نشوف حاجة فيها انيميشن. حلو، عامل كاركتر ديزاين وبوزز وترسم كمان. تسلم ايدك بصراحة، في ستوري بورد للموضوع، برافو عليك. هو التنفيذ بس غريب شويه يعني، بس بروسس حلو قوي. طيب نشوف السوشيال ميديا ديزاين. برزنتيشن لطيفه، بس طبعا زي ما اتفقنا يا جماعه نحط الديزاين لوحده علشان يبان الكواليتي بتاعته اكتر، عشان اشوف كمان الطريقه عامله ازاي. تابوجرافي حلو، فيجوالز لطيفه. اوفر اول يعني تسلم ايدك. برزنتيشن جميله كمان. مش عاجبني قوي الكفر بتاع الاسنان ده بصراحه. انا في مجال الاسنان ده احترت يعني، بشوف حاجات بصراحه يعني غريبه، مش حلوه او وحشه، لا بشوفها غريبه يعني. اللي هو ايه، ساعات التنفيذ بيبقى كويس وبتاع، بس فكره بقى الدرس اللي محطوط فيه حاجه ده وبتاع، مش عارف. ساعات بحس ان احنا اصلا كصناعه، كصناعه او كمجال محتاجين نعيد تفكير في الفيجوالز اللي بتطلع للمجال ده نفسه. فا اوفر اول يعني تسلم ايدك. نشوف اللي بعده. عبد الرحمن فريد. عبد الرحمن فريد صورة كويسة. في بيرسونال داتا تمام، مفيش ورك اكسبيرينس. عندنا هنا في كفرات، في حاجات لطيفة، في حاجات برضو محتاجة تتظبط. تعال نفتح الفوتو مانيبيوليشن ديزاين سوشيال ميديا بوست، نشوف. يعني سبيروس باتس، مش عارف ده اوفيشال ولا لا. هو كاتب على البروجكت ان اوفيشال. تمام. والله يعني انا بالنسبه لي انا احسن من الحاجات اللي بتنزل في سبيروس باتس كمان يعني. تسلم ايدك بصراحه، في حاجات عاملها كويسه جدا. فونت بس محتاج ان هو يتظبط. برزنتيشن هايله. تسلم ايدك. شيلوا الموبايل ده بس يعني، وكل حاجه هتبقى تمام. ثانك يو برضو كبيره قوي مع اللوجو، الفكره دي فاهم. لا خليك اكتر احترافيه، واكتب بس كلمه ثانك يو. بلاش تحط بقى، انت حاطط بيانس اصلا واحنا بيانس، فشيل بيانس خالص. لينكد ان تخليه بره. انستجرام، فيسبوك نفس الكلام، تضيفهم هنا. انت ضايفهم اصلا، فخلاص ما تحطهمش ايه جوه البورتفوليو بتاعك. انا بقول لك نصايح تخليها عندك تفيدك قدام في الشغل. طيب بالنسبه للتنوع في المشاريع، في تنوع تمام. فاوفر اول يعني تسلم ايدك، بس خلي بالك من الكام بوينتس اللي قلتهم لك دول. طيب نشوف احمد الدريني. احمد الدريني صوره لطيفه يعني، ممكن تبقى تخليها كولرز اكتر. فيش بيرسونال داتا، فيش ورك اكسبيرينس. عندنا في كفرات يعني شدني 1 و2، اما التلاتة دول محتاج نعيد الكفر بتاعهم. نشوف اول واحد. واضح انك تخصص براندنج بس، جميل جدا. انا بحب الحاجات اللي هي ايه اللي فيها مينيماليزم كده، حاجه راقيه. حتى الموشن بتاعك جميل، تسلم ايدك بصراحه. عارفين البرزنتيشن حتى لو اللوجو نفسه مش قوي، بتحلي جدا الشعار، بتخلي الشعار في حته تانية بصراحه يعني. ف تسلم ايدك يعني. هنا مفيش بس حاجه، هو بس لوجو. محتاج ان انت تضيف طبعا باقي الديتيلز.
طيب شوف اللي بعده. آية أحمد مفيش صورة، محتاجين صورة. بيرسونال داتا مفيش. ورك اكسبيرينس مفيش. كوفر من بره كده مفيش حاجة شداني ده انا اخش افتح الديزاينز. فيا ريت ان احنا نعيد تفكير تاني في الحتة دي، حتى لو في مشاريع. يعني مثلا المشروع ده مش حلو خالص ان أنا احط الكفر حد، لا محتاجين نفكر اوت اوف ذا بوكس. طيب لو انا ما عنديش شغل لسه سي جونيور وبتاع، استنى لغايه ما يجي لي شغل جامد قوي واحطه. تمام. او حتى اعمل حاجات كده. لو انا عايز اعمل بيانس اختار الصمنيل. يعني انا عندي لو احط صمنيل هنا احط دي مثلا، بلاش البنت اللي هي بتتوجع ومكتوب بالعربي كده في الكفر كتير. تمام. نفس الكلام هنا بالنسبه للناس اللي هي بترش المبيدات او كده. فاوفر اول تسلم ايدك وربنا يوفقك ان شاء الله. فوزي محمد صوره لطيفه الى حد ما، لو في كلوزد على الوش يبقى احسن. about me work experience مفيش. في داتا مفيش مشكله. عندنا في الكوفرز حلو قوي. يعني انا بحب بقى الحاجات بقى اللي تبدا تنور. يعني عجبني قوي ده شدني كده انا بتفرج عليه. فتسلم ايدك يا فوزي. وده حلو قوي بصراحه. وده كمان يعني الكفرات عندك لطيفه جدا. يعني اكتر حاجه شداني هم الثلاثه دول، فانا هفتحهم كده بالترتيب ونفتح اول بروجكت. سي ستار. تسلم ايدك بصراحه. البليسمنت بتاع المود بورد بتاعك حلو قوي. كولرز. طب انا بحب قوي اللونين اللي هم بيكملوا بعض، الاصفر واللون الازرق بتاع البراند. فتسلم ايدك. حتى ده كمان يعني برافو عليك بصراحه. يعني انت عارف لو كنت عملت ده كمان في بروجكت لوحده هيبقى حلو بالنسبه لي. يعني ابقى عايز اشوفه. يعني كنت خليت ده براند وده براند بدل ما كله يبقى سوشيال ميديا، لان في حاجات انت عامل فيها مجهود حلو بصراحه يعني. فلطيف جدا. برافو عليك. تسلم ايدك. حتى برزنتيشن هايله، كواليتي تنفيذ جميله، الكفرز حلوه، ناقص بس شويه ورك اكسبيرينس كده ويبقى الموضوع في حته تانية. شوف العربيات عشان انا بحب مجال الاوتوموتيف وعشت فيه فتره من عمري يعني. ف تمام. لطيف الدنيا. لطيف حلو ده. يعني اللي محطوط كفر ده احلى حاجه عندك بصراحه في العربيات. بليسمنت غريب شويه فيه، بس اوفر اول تسلم ايدك. برافو عليك يا فوزي. شوف اللي بعده. ايمان ابراهيم مفيش صوره، محتاجين صوره. محتاجين داتا انفو، ومحتاجين نحط ورك اكسبيرينس. كفرز مشاريع من بره، لا محتاج ان انا اعيد تفكير في كذا حاجه عندي. محتاج اعمل مود بورد. يا جماعه بصوا حاولوا تعملوا مود بورد في الايه، في البيهانس بتاعكم. يعني بص لو دخلت عندي كده تلاقي في مود بورد، تحس ان في مود بورد كده، في فاريشن في الكالرز، بس في نفس الوقت بحاول احافظ على المود بورد بتاعي حتى في الكفرز، الكفر اللي انا بختاره للمشروع بتاعي. فده هيخلي عندك البيهانس اروق، وهيخلي البيهانس عندك نظيف كلين. يبص على شغلك يقول ان انت شغلك كلين، شغلك اتش دي وهكذا. فتعالوا نشوف البروجكت ده. بالنسبه لي طبعا كبير قوي ان انا احط بروجكت زي كده لوحده، فخليهم جريد 3 يبقوا جنب بعض. طيب اوفر اول تسلم الايادي. محتاجين نظبط البرزنتيشن، محتاجين نظبط كواليتي التنفيذ اكتر، محتاجين نظبط الكفر، محتاجين نحط صوره شخصيه وبيرسونال داتا. تمام. حته التنوع في المشاريع، في تنوع. يعني انا يعني التنوع اللي هو اشتغلت في كذا حاجه، يعني مش حاجه واحده بس. دنيا محمد. دنيا الصورة يعني لحد ما كويسة مفيش مشكلة، بس برضه لو بورتريه تبقى أحسن، تبقى بحد واقف كده زي ما قلت لكم، بورتريه كده لكنك واخد الجزء ده بس. يعني ده بيبقى أحسن في حتة البيانس. ونحط بيرسونال داتا وورك اكسبيرينس وكفرات المشاريع. نفس الكلام برضو محتاج ان انا اعيد ترتيبي في الشغل اللي احطه على البيهانس. ما احطش اي حاجه وخلاص، لا اظبط الشغل الحلو بتاعي بس، وانقي الشغل كمان. يعني على فكره كلنا بنشتغل حاجات ما بننزلهاش. تمام. مش لازم احط شغل عشان اقول ان انا بشتغل، لا عادي. يعني اختار الاحسن فيه، او حتى لو انت مثلا معاك كلاينت دو ذا بيست فيه عشان تحطه على البيهانس بتاعك. فالكفرات مفيش حاجه بصراحه شداني قوي ان انا اخش افتح المشروع. طيب نشوف بقى المشروع نفسه من جوه. تمام. يعني بص عندك في مشاريع يعني ده غلط ان انا احط حاجه زي كده. مش عارف ده كارت ولا ايه، بيزنس كارد ديزاين. يعني ده لو كانت حط الكفر بالنسبه لي كان هيبقى احسن. فونتات لا احنا محتاجين نظبط، يعني محتاجين نظبط كمان كواليتي التنفيذ يا دنيا. على فكره انا عامل كورس يعني ينقل مستوى
الناس في حته تانية جدا، يا ريت تشوفوه، هتغيروا مفهومكم عن الجرافيك ديزاين تماما. بالنسبه لعاطف ابراهيم، يعني في فن، يعني دخلت كده اكونت فنان في كده شويه فوتو مانيبيوليشن، في ارتست موجود معانا يا جماعه. صوره لطيفه، بيرسونال داتا، محتاج بيرسونال داتا، كفرات المشاريع جميله. نخش بقى نشوف الفوتو مانيبيوليشن عشان بحب الفوتو مانيبيوليشن قوي. بص كليفل تكوين يعني تسلم ايدك، واضح انك جينيور ديزاينر، فمجهودك مشكور جدا عليه طبعا. مع الوقت ومع ان انت تدي وقتك في الشغل هتلاقي نفسك بتعمل مشروع ده احسن. يعني انا متاكد ان انت لو بعد فتره، بعد ما تتفرج كتير على شغل ناس بتعمل فوتو مانيبيوليشن وتدرس تكوين وتظبط كل حاجه، ولو عدت نفس التصميم ده بنفس اللايرز دي وجيت بعته له تاني اتفضل يا موف شوف الديزاين بقى عامل ازاي، انا متاكد ان الديزاين ده هيروح في حته تانية. هو طبعا تسلم ايدك على المجهود، انا شايف ان الاصل بتاعك حلو قوي، تكويناتك بس اللي محتاجه ايه تتظبط، الدبث بتاعك في الديزاين، البعيد اللي ورا الحاجات شادوهات دي، ومستواك هيبقى حلو جدا، فبرافو عليك يعني. يعني مش عارف عندك سوشيال ميديا؟ في سوشيال ميديا بس شكله قديم شويه، والله لطيف برضو يعني بالنسبه للليفل بتاعك، فانا شايف ان هم كويسين جدا مش وحشين، برافو عليك يعني. وبس انت اكتر حاجه بقى ايه فوتو مانيبيوليشن، بس حاول بقى ايه تحط شغل كوميرشال اكتر، يعني انت حاطه تحت ممكن حد ما ياخدش باله. لو انت عايز تشتغل في سوق العمل خلي يبقى هنا في مثلا حاجه تعملها تبقى كوميرشال عشان اللي يخش يتفرج عليها يعرف ان انت بتعرف تشتغل في الحته دي. طيب احمد سعد، في صوره كويسه مفيش مشكله، في بيرسونال داتا مفيش، في ورك اكسبيرينس عندنا، كفرات محتاجه تتظبط نفس الكلام. نخش على ده مثلا، يعني هو مكتوب بالعربي ده طبعا مش الطف حاجه، اتفقنا. عرض البرزنتيشن كده برضو ان احنا نحط الحاجات ونصغرها برضو مش بيبين كواليتي التنفيذ، فمحتاجين نشتغل على موضوع البرزنتيشن والكواليتي كمان في التنفيذ. في حاجات عندك كتير قوي محتاجه تتشال، فخد بالك من الموضوع ده. نشوف صلاح تامر، صلاح تامر في بروجكتس، في صورة لطيفة، في بيرسونال داتا لطيفة، في شورك اكسبيرينس باين تمام مفيش مشكلة. نشوف هنا الكفرات كويسة، يعني في شداني ان انا افتح مفيش مشكلة. في حاجات ممكن نفتح نجرب نفتح ده اكتر حاجة كفر شددني تمام. سوشيال ميديا الكلام ده محتاج يصغر شوية، يعني لو صغرنا ده شوية بقى احسن بكتير قوي تمام. ده قبل وبعد، بص يعني انا مش عارف قبل وبعد. بص هو في السوشيال ميديا مش مستحب قوي ان انا احط قبل وبعد، يعني قبل وبعد دي احطها لو ايه، لو احنا مثلا هنعمل حاجه فيها فوتو مانيبيوليشن كبير قوي في حاجات كده، لكن كده كده معروف ان انت ممكن تعمل ريتاتش بيبقى شكله عامل ازاي، فاهم الفكره؟ يعني برضو انت حاطط قبل وبعد اللي هو كان عامل ازاي وبقى ازاي مثلا. هو تسلم ايدك طبعا كل حاجه، بس الفكره ان احنا ايه البرزنتيشن في الحته دي محتاجه بقى ان انت تعملها في فوتو مانيبيوليشن تمام، عشان هي كتير كمان وفي حاجات ساعات بحسها مزعجه. يعني انت لو بالنسبه لي حطيت 3 جنب بعض وحطيت واحد مين مثلا زي ده تقريبا المين عندك، ده خليته لوحده كده كماستر ككي فيجوال يبقى بالعرض كمان، وتظبط الحاجات دي تبقى جنب بعض كجريت، البروجكت ده عندك هيبقى احلى من كده بكتير. طبعا ده رايي، فايه وجهه نظري الشخصيه بالنسبه للشغل بتاعك في الميديكال هيلث كير تمام. برضو نفس الكلام في البرزنتيشن، يعني واضح ان انت واخد البرزنتيشن دي كايه حاجه سيجنتشر ليك ان انت تحط الحاجه جنب الحاجه، بس حلو مفيش مشكله ان انا احط ستيبس يعني عادي. في ناس ممكن تكون بتحب ده، بس انا عن نفسي ما احبش احط ده في كذا حاجه فيها فيجوال، الا لو فيجوال واحد بقى كي فيجوال ماستر ابدا احط له كده، احط له الحاجات اللي انت عاملها دي. فاوفر اول تسلم ايدك وربنا يوفقك ان شاء الله. نشوف اللي بعده، في حسن عكاشة. حسن عكاشة مفيش بيرسونال داتا، صورة كويسة، مفيش ورك اكسبيرينس، كفرات مش مشجعة ان انا افتح المشاريع، في 2 متكررين، في حاجات عندك قديمة محتاجة انها تتشال اصلا، في حاجات عندك عايزة تتظبط، وفي حاجات فيها اخطاء كتير. يعني انا انصحك ان انت تتفرج على الكورس بتاعي، لازم تشوف الكورس بتاعي، لازم تتفرج عليه كده من اوله لاخره علشان تنقل الليفل بتاعك. فاوفر اول تسلم ايدك وان شاء الله تعمل شغل احسن من كده.
رنا محسن. مش عارف دي يعني صورة بالنسبة لي غريبة ان انا حد يصور بكلب على السوشيال ميديا، على قصدي بيهانس. ف محتاجين نظبط الصورة اكتر من كده، محتاجين نضيف داتا. كفرات المشاريع برضو مش مشجعاني ان انا افتح المشروع، فنهتم بيها اكتر. بالنسبة للكواليتي التنفيذ يعني لطيفة. برزنتيشن طبعا عايزين برزنتيشن، لسه عايز افهم ده ايه اصلا. فلو اهتمينا بالنقط دي هنعدل حاجات كتير طبعا. يعني انا بصراحه ما كنتش مبسوط قوي من الريفيوهات بتاعتكم، قصدي من التفاعل على البيهنس، لان انا عامل الموضوع ده سبيسيفيك عشان كنتوا، ففي ناس كتير ما عملتش كومنتس. يعني انا بقول يعني نقد البورتفوليو بتاعكم عشان يبقى احسن. انا كنت اتمنى في يوم من الايام حد يعمل تحليل استراتيجي للبورتفوليو بتاعي عشان يقول لي ايه الصح وايه الغلط، ايه اللي اعمله ايه اللي ما اعملوش، ايه اللي اخد باله منه ايه اللي اخد بالي منه علشان خاطر سوق العمل. ف يعني عايزكم تتفاعلوا معايا اكتر وتشيروا الموضوع برضو عشان زمايلكم يستفادوا. محمد الخولي فيش صورة، محتاجين صورة. بيرسونال داتا محتاجين اكسبيرينس. كفرات في حاجات كويسة وفي حاجات لأ. هنحاول ان احنا يعني نفتح مثلا مشروع. برزنتيشن مفيش برزنتيشن. كواليتي التنفيذ لطيفة الى حد ما. طيب تعالى نفتح البروجكت. هنا برضو في حاجة واحدة وفيها موك اب. تعالى نشوف ده ممكن يبقى في حاجة تانية. اليوم الوطني السعودي. تمام. احنا محتاجين نظبط بقى شوية حاجات كده علشان نظبط الليفل بتاعنا. احمد ابراهيم في صورة كويسة مفيش مشكلة. داتا انفو فيش ورك اكسبيرينس. عندي برضو يعني الكفرات في حاجات كويسة وفي حاجات محتاج ان انا اعيد ترتيبها. تعال نشوف مثلا عندي البروجكت ده ايه بروفايل كومباني. تمام. احنا عايزين نشوف حاجة فيها سوشيال ميديا او حاجة فيها مثلا فيجوالز. لطيف جدا. تمام. نشوف ده برضو. ايديك نظيفة، واضح انك ايديك نظيفة يا احمد. يعني مع الوقت كمان الموضوع معاك هيبقى احسن وهيبقى افضل بكتير، بس محتاجين شوية برزنتيشن ومحتاجين ان احنا ايه نهتم اكتر بالديتيلز وموضوع التيبوجرافي ده، ومش كل حاجة ننزلها طبعا على البيهانز زي ما اتفقنا. تسلم ايدك. عندي عمار من الجزائر، اهلا بيك وبالجزائر وبأهل الجزائر الحلوين. صورة يعني محتاجين صورة اكتر دقة. فيش داتا انفو. كفرات في حاجات كويسة ممكن افتحها وفي حاجات ايه محتاجين ان احنا نعيد ترتيبها طبعا. تعال نشوف السوشيال ميديا ده اللي فيه علم تركيا. طبعا الكفر مش مشد ان انا اتفرج عليه، بس اوفر اول يعني في حاجات لطيفة وفي حاجات انا محتاج ان انا اظبطها طبعا. تعال نشوف طيب السوشيال ميديا ده كمان. يعني الحاجات دي ممكن لو جريت هتبقى احسن، فهناخد بالنا من الفونتات وناخد بالنا من الحاجات دي. هنروح في حته حلوه قوي. خلي بالك الكفر ده سيء جدا، فمحتاج ان انا اظبطه. العلم اللي طالع للاخر والسماعه دي طبعا ده حلو قوي بصراحه. يعني واضح انك شاطر في البراندنج. طبعا الداتا دي لو تصغر شويه الموضوع هيبقى جميل جدا عندك. يا سلام. اوفر اول تسلم ايدك. شوف اللي بعده. محمد شوشه. صوره يعني اظهر بوشك يا محمد، يعني ما تخبي وشك علينا ليه؟ في عندك هنا عايزين نحط ورك اكسبيرينس في داتا انفو. تمام. كفرات. هو ده اي اي ولا ايه اللي هو بتاع السوشيال ميديا كامبين؟ انا حاسس من الكفر كده ان هو اي اي، مش عارف ليه مديني ايحاء ان ده اي اي. تمام. بص هو يعني لو السوشيال ميديا يستحب ما تحطش الستوكس بقى بتاعتك. يعني عارف لو كي فيجوال اقول لك ماشي، لكن لو حاجات سوشيال ميديا مش لازم تحط الستوكس عشان ما يبقاش ايه الموضوع فيه زحمه عندك على الفاضي. فاهم قصدي؟ بالنسبه للكفرات المشاريع يعني في حاجات فيها زحمه وفي حاجات كويسه. يعني تعال نشوف كده السوشيال ميديا ده. انت هنا مش حاطط ستيبس كتير وده حاجه كويسه. لطيف شغلك لطيف يعني. ربنا يوفقك ان شاء الله. البرزنتيشن برضو يعني ايه محتاجه تتظبط شويه. ادهم محمود. صوره كويسه جدا. مفيش ورك اكسبيرينس ولا داتا انفو محتاجين نضيفهم. كفرات المشاريع برضو في حاجات كويسه وفي حاجات محتاجه انها تتظبط. تعال نشوف مثلا اخر حاجه.
ده معمول ريل استيت. برزنتيشن لطيفة، الحاجات دي حلوة، تسلم ايدك. تمام، لو نصغر دي شوية سلام، في حتة تانية. نشوف مثلا نشوف كونتينر مان ده، بوستر موفي، ده فوتو مانيبيوليشن واضح. يعني هو بص في حاجات كده عارف انت ايه محتاجة انها تتظبط، بس اوفر اول يعني التكوين لطيف يعني، فتسلم ايدك. ده حلو، الكفر بتاعه لطيف جدا. في مود بورد، يعني شوف لما بتعمل مود بورد، اي حد بيعمل مود بورد الموضوع عنده بيبقى حلو جدا، يعني بيبقى لطيف، حتى الكفر نفسه من بره بيبان ان هو كويس. فاوفر اول تسلم ايدك يا ادهم. نشوف هلال ربيع، صورة كويسة، في ورك اكسبيرينس بس مفيش داتا انفو، ودي حاجة غريبة جدا يا جماعة. يعني ازاي نحط ورك اكسبيرينس ومفيش يعني انفو عندكم؟ يعني في ناس عاملة العكس، يعني كل الناس شفتها دلوقتي عاملة العكس. تعال نشوف ده. في الكفرات المشاريع برضو لا بصراحة كلها محتاجة عيد ترتيبها تاني يا هلال، محتاجين نعيد ترتيبها كلها. في حاجات قديمة عايزة تتشال زي ده وده وده بالنسبة لي. في حاجات كده ده كويس الى حد ما، يعني ممكن افتحه بتاع بابجي ده والله، بس هو القص بتاعه كده لو اتظبط واتحط شوية كلاود هنا كده على المنطقة دي هيبقى البروجكت ده لطيف قوي، الفونت ده اتغير بالنسبة لي. طيب تعالى نشوف كده السوشيال ميديا ده، يعني دنتل احنا اتكلمنا على مجال برضو الاسنان، وقلنا ان احنا محتاجين في مصر اصلا نغير مفهوم الكونسبت بتاع الديزاينز دي، محتاجين نغيره باي طريقه، يعني نشوف له اي خارجه غير ان انا اجيب الدرس واحط فيه حاجه او اعمل فيه حاجه. لان المدرسه دي بالنسبه لي وجهة نظري الشخصية ان هي بصراحة مش الطف حاجة ومش احسن حاجة ان انا اشوف درس او حاجة فيها مش عارف ايه. لا محتاج ان انا اريفلكت بقى على فواكه، على نشوف اي كونسبت، يعني نفكر كده بشكل ما نطلع حاجة كرييتيف قوي. اوفر اول تسلم ايدك، واشتغل على موضوع الكفرات هتلاقي الموضوع عندك كويس قوي. في عندي احمد محمد في صورة كويسة، في اهو about me لكن مفيش work experience. واضح ان في لوجوز وفي كفرات لطيفة جدا. تعال نفتح اول واحد. معلش بقى لو انا بتكلم بسرعه كده ومهايبر شويه معاكم، بصراحه البورتفوليو كتير قوي وانا كنت عايز اخلص السلسله دي باي طريقه علشان نخش في حاجات جديده، وفي نفس الوقت مش عايز يعني في ناس كتير كانت مستنيه وبتسالني في البرايفت فين البروجكت بتاعي ما اتفرجتش عليه، فكان لازم ان انا اشوف البروجكت بتاعكم كلكم. تمام، يعني انا بالنسبه لي بصراحه براندنج رايق قوي، برافو عليك وتسلم ايدك. تعال نشوف نبو. برافو عليك بصراحه، انا حاسس يعني انا ما بخش لحد مهندم شغله وفي كده ميناليزم كده في الموضوع بالذات في اللوجوز كده، يا سلام عينيا بترتاح يعني. فبرافو عليك بصراحه يا احمد، يعني كفرات جميله اللوجوهات حلوه قوي، فربنا يوفقك ان شاء الله، حتى البرزنتيشن هايله، تسلم ايدك. مش معنى يا جماعه ان انا في حاجات ما بتعجبنيش فهي يعني حاجات ان انت كده ديزاينر وحش او كده، لا خالص بالعكس، انا بس عايزك توصل. انا بقول لك الكومنت اللي هو البناء اللي يخليك مثلا تشوف شغلك ده، انا محتاج بعد ما تشوف الحلقه لا انا هرجع بقى اعيد الكفر، طب انا هرجع اعمل المشروع ده هيدن، طب هرجع اعيد تظبيط المشروع ده عشان احاول ان انا المه او اظبطه. فتعال نشوف فادي فريد عندي الجزء ده. في عندي مثلا هنا في الكولاج، والله في حاجات حلوه بس انا عندي الكفر مش حلو، لكن لو احنا كنا مثلا حطينا صوره واحده من الكولاج اللي انت عاملهم ده كان هيبقى جميل جدا. يعني الصوره دي مثلا تبقى حلوه، او حتى الصوره دي بتاعت افريقيا بس الماب دي السودا تبقى مش تبقاش كده، هتبقى حلوه قوي. فتسلم ايدك، يعني بس شويه حاجات كده وهتودي ديزاينز في حته تانية بصراحه يعني. نشوف عمرو طنطاوي في صورة مفيش لا about me ولا حتى في work experience، محتاجين نظبطهم. covers برضو مش مشجع ان انا افتح المشاريع. ممكن مثلا نشوف ده، ماشي.
طب ليه ما نحطش يا جماعه الكفر حاجه كده مثلا؟ لو هو تابع البراند ليه ما نخليش ده؟ يعني ده يبقى الكفر بدل ما يبقوا كلهم بالطريقه العرض دي، مش الطف حاجه، هيبقى عندي احسن. يعني اعمل كده، اعمل كده، هتلاقي الموضوع كويس. يعني البروجكت من جوه مش وحش، بس من بره لا، ما يعني ما يشجعش ان انا افتحه، فاهتم بالحته دي يا عمر. شوف اللي بعده، معتز ابراهيم. معتز ابراهيم، مفيش كونتنت، يعني مفيش اي حاجه هنا، لا بيرسونال داتا ولا حتى ورك اكسبيرينس. كفرات مش مشجعه خالص ان انا افتح مشاريع. واضح انك لسه بتبدا في الجرافيك ديزاين، فاظبط نفسك في الشغل واعمل شغل كتير حلو قوي، وابدا ان انت ايه، نزله على البيانس، مستواك هيبقى حلو جدا. ما تستعجلوش يا جماعه على حته الشغل دي او حته البورتفوليو غير لما تظبطوا حاجه كويسه. في محمود علي. محمود علي في صورة كويسة في about me، لكن مفيش work experience. نفتح مثلا اول مشروع. طيب بص، عندي برضو الكفر فيه مشكلة، الكفرات فيها مشكلة هنا كلها. لكن لو جينا فتحنا الكفر هنلاقي شغل جوه كويس. يعني مثلا حاجة زي كده لو حطيتها كفر هيبقى عندي احسن، او حاجة زي كده. تمام، او حاجة زي كده، بس نشيل طبعا منها ايه الخصومات والحاجات دي، نخليها لوحدها. هتبقى لطيفه جدا ان انا احط الشغل واعمله فيدد او كده مثلا. ليه ما نعملش دي ونشيل طبعا الريال ونشيل الكلام بس، يعني نخلي الصوره لوحدها من غير كلام، هيبقى الموضوع حلو قوي. بس يعني اوفر اول ايدك نضيفه وفي شغل بيطلع من تحت ايدك كويس، فتسلم ايدك. بالنسبه لعاصم خالد، برضو في صورة كويسة، في work experience، في about me لطيف. واضح ان هو مهتم، صمنيل كويسة. ليه بقى ما نحطش الحاجات دي تبقى هي الكفر، بدل ما بنحط كل البروجكت؟ بص مش باينة، مش باين حتى حلاوة المشروع. فاهم؟ يعني لو اخترنا حاجة من دول بس حطيناها ككفر، هيبقى عندي الموضوع حلو قوي. حاجة زي كده مثلا، ما تحطش دي كفر ونشيل برضو ايه الفونت منها، يبقى الموضوع عندك حلو جدا واحسن بكتير كمان. اوفر اول تسلم ايدك، ظبط بس الحتتين دول. عندي اشرف مصطفى، محتاجين صوره مبدئيا، مفيش لا داتا ولا ورك اكسبيرينس. كفرات في حاجات وفي حاجات طبعا قديمه محتاجه تتشال. نفتح مثلا ده لوجو، لا احنا عايزين نشوف حاجه فيها سوشيال ميديا. ده حاجه اوفيشال لبيبسي، طبعا هي مقاطعه. ف اوفر اول تمام، تسلم ايدك. تمام، يعني محتاجين نظبط شويه حاجات كده والموضوع يبقى احسن. ايمن محمد، ايمن محمد في شغل اكسبيرينس، في داتا، كفرات المشاريع مش كلها حلوه ومش كلها وحشه. ممكن نفتح سوشيال ميديا، برضو هنخش هنا من الكفر، هنتصدم بالكفر بس نخش جوه نلاقي مشاريع كويسه. طب ليه من الاول ما نحطش مشاريع بس؟ ده ليه محطوط هنا لوحده؟ تمام، هو كده متكرر. محتاجين نظبط، يعني نختار حاجه من هنا احسن، نخليها هي اللي تبقى ايه الهيد بتاعت الكفر بتاعك. نشوف عمر فكري، صورة حلوة في داتا، مفيش ورك اكسبيرينس، كفرات لطيفة. في حاجات عايزة تتظبط زي مثلا الكفر ده. لو فتحنا المشروع الاولاني من جوه بتاع مرسيدس، حلو، برزنتيشن لطيفة، تسلم ايدك. طبعا ده لو صغر شوية وبقى جنب بعض يبقى احسن. لو كتبنا مثلا 6 working hours مثلا، 95 layers جنب بعض، 8 stock image، دي حاجات تبقى جنب بعض كده صغيره، الموضوع هيبقى احسن. والكي فيجوال بتاعك لطيف، يعني تسلم ايدك بالنسبه للليفل، فانا بالنسبه لي حلو قوي، برزنتيشن هايله. تاني بروجكت فوتو مانيبيوليشن، برضو طبعا هنا لا محتاجين نغير الفونت ده ونصغره. نفس الكلام، محتاجين يعني برزنتيشن هيطلع منها شغل حلو، بس لو ظبطنا بقى الحاجات دي الموضوع عندك هيبقى احلى. عامل كونسبت جولد ريشيو هنا، بس انا مش حاسس قوي الصراحه بالجولد ريشيو، بس تمام مفيش مشكله. يعني ممكن ده يبقى تكوين بالنسبه لاتنين لواحد بالنسبه لي، عشان جولد ريشيو بيبقى ليها قصه تانية خالص، يعني ليها معامله تانية. بالنسبه للفوتو مانيبيوليشن هنا طبعا يعني في حاجات عايز تظبط كتير. الجبل اللي داخل في الميه ده، الحاجات دي طبعا لو اتعلمت الدبس الموضوع يفرق معاك. حتى السفينه محتاجه ان هي تبقى كانها فعلا واقفه على الميه، في حاجه هنا في الشادو محتاجه تتظبط، هتنقل الليفل في حته تانية، بس في مجهود رهيب وفي وقت وشغل. فاوفر اول تسلم ايدك بصراحه. تشوف العربيات، لان الاوتوموتيف طبعا يعني قصه انا عشت فيها كتير قوي بصراحه وانا بحبها جدا. طيب احنا هنا بنجري العربيه، الطريق مش بيجري.
طب احنا يعني الطريق ممكن يجري السن، العربيات زياده السرعه عن اللزوم محتاجه تتظبط، الكاوتشات هنا غريبه محتاجه السبين راوند محتاج يتظبط هنا. تمام عشان الموضوع يبان معاك احسن. اوفر اول تسلم ايدك، خد بالك بس من النقط دي، يعني هتودي شغلك في حته تانية، محتاجين نزود شغل كوميرشال اكتر عشان يجي لك شغل. ف يعني برافو عليك وربنا يوفقك ان شاء الله. نشوف محمد عبد الله. محمد عبد الله في كفرات كويسه، في حاجات برضو محتاجه تتظبط، في صوره لطيفه محتاجين هنا نظبط اكتر. طبعا الصوره بتبقى احسن تبقى بورتريه، بس هنا محتاجين بقى نحط داتا انفو ورك اكسبيرينس. طيب بالنسبه للكفرات المشاريع، فانا عندي بالنسبه لكفرات المشاريع ففي حاجات زي ما اتفقنا عايزه تتظبط وفي حاجات تمام. لو فتحنا مثلا اول مشروع عندي هنا، الكفر بتاعه مش مشجع، لكن جوه برضو ايه، مفيش برزنتيشن، يعتبر مفيش بروجكت، يعني لازم يبقى فيه برزنتيشن يبقى فيه بروجكت. نفس الكلام هنا في البرجر، هو حاجه واحده، فالافضل ان احنا نضم ده كله في بروجكت واحد علشان عندي الموضوع يبان احسن، وربنا يوفقك ان شاء الله يا محمد. نشوف احمد منير. احمد منير صوره كويسه، ورك اكسبيرينس about me تمام، في كفرات لطيفه جدا. تعالوا نفتح اول مشروع تويوتا. تمام بالنسبه لي كويس، في حاجات طبعا الصوره بتاعتها مكسله محتاجه انها تتظبط عن كده. ماشي. نفتح سوشيال ميديا. طيب ده ميديكال، حلو حلو، بس كفر من بره برضو ايه يعني، مش عارف، حاسس ان احنا ممكن نحط حاجه احسن. نشوف مثلا في عندك تنوع في الاعمال، ده حلو، بتعمل لوجوهات وبتعمل برضو سوشيال ميديا. فا اوفر اول يعني تسلم ايدك على المجهود، تحاول تهتم بالكواليتي بتاعت الستوك اللي انت بتشتغل بيها وتهتم اكتر بالتفاصيل، الموضوع معاك هيفرق كتير جدا يا احمد، وتسلم ايدك. نشوف نورهان رشدي. نورهان رشدي صورة لطيفة، ورك اكسبيرينس مفيش ومفيش داتا عندنا، في كمان هنا السوشيال ميديا. الكفرات بصراحة احنا محتاجين نعيد ترتيب الكفرات، يمكن ده احسن كفر انا شوفته، فهفتح المشروع بتاعه. تمام مفيش مشكلة يعني، بس الحاجات كبيرة قوي ان انا محتاج ان انا اظبطهم بقى، يعني اعمل برزنتيشن لطيفة فالشغل عندي يبان احسن. تسلم ايدك. ننقل بقى نقله تانية خالص. نشوف عندنا في ريم رؤوف، هي فيديو اديتور وبعتت لي الشغل بتاعها، فتعالوا نشوف بقى شويه فيديوز كده نختم بيها الحلقه. فنشوف الفيديو ده، حاسس ان هو حلو قوي، لطيف طبعا، لطيف جدا طبعا، حته الانيميشن اللي موجوده. تسلم الايه دي بصراحه. عجبني اول حاجه الدخله اللي هي دخلت بسرعه دي، بس بعد كده الدنيا هديت شويه، يعني كان برضو ايه محتاجين نحافظ على نفس السرعه اللي دخلنا بيها في الفيديو، الموضوع عندي كان هيبقى احسن ويفرق كتير. بس اوفر اول تسلم الايه دي. نشوف بروجكت ده، احنا برضو بنحاول نفتح مثلا 2 بروجكت او 3 بروجكت عشان الوقت. فتمام جدا، هو انا مش سامع الصوت بس علشان كونكتد بالميكروفون عندي، كان نفسي اكون سامع الصوت بصراحه عشان اشوف ترانزيشن واشوف الحاجات دي. بس اوفر اول انا شايف حاجه حلوه يعني، فتسلم ايدك. تمام جدا. ممكن طيب عبده صفوت نفس الكلام برضه، هو فيديو اديتور وجرافيك ديزاينر. طب نشوف حاجه مثلا فيها سوشيال ميديا. بالنسبه لي البروجكت ده لطيف قوي، بس طبعا انت بقى ايه مش حاطط، يعني عارف لو تحط مثلا التفاحه المكرمشه مع دي تخليها هنا تبقى الكفر، الموضوع عندك هيبقى احسن بكتير قوي، او تحطها جنب الفراوله، جنب مثلا الجلوفز ده، او جنب البطيخه، اللي هو يبقى الثلاثه مع بعض تحطهم كده في ديزاين معين، اهتم بالحته الكفر عشان تشد الانتباه، يعني دي مهمه قوي قوي قوي. في براند ايدنتيتي جميل، تسلم ايدك. يعني مش عارف ده ليه علاقه بالفيديو اديتنج ولا لا، واضح ان ده انترو للوجو. فا اوفر اول يعني تسلم ايدك يا عبدو، وربنا يوفقك ان شاء الله. طبعا انا يعني بكرر تاني في حته تحليل بيهانس الاستراتيجي دي، احنا بنحاول نقيم الناس بشكل فني مهني متقن. ليه؟ علشان الناس تهتم بكل التفاصيل اللي احنا قلنا عليها، اي حد عنده عيوب فهو يهتم بيها، طب واللي عنده مميزات يشتغل عليها ويقويها اكتر كمان. ليه؟ علشان يبقى اقوى ويفضل محافظ على الليفل بتاعه، بل ويعلى
عليه. طيب اللي عنده مشكله طبعا في الكفر او عنده مشكله مثلا في الداتا او عنده كل الحاجات دي فيظبطها، علشان في الاول وفي الاخر كل الكومنتس اللي انا بتكلم عليها دي هتأهلك وتخليك جاهز جدا لسوق العمل. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. طبعا ما تنسوش بقى تظبطوني لايكات وتعملوا كده كومنت رايق وتقول لي ايه رايك في الحلقه، وما تنساش طبعا الشير عشان الكل يستفاد، واعمل سبسكرايب ما تبخلش علينا، واشوفكم على خير في درس جديد. سلام.